بواخر محملة بالأبقار في اتجاه المغرب. في التفاصيل، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 درهم تقريبا بحسب ما أفاد به عدد من المهنيين. ومن أجل وقف زعف هذا الارتفاع المتواصل، كشفت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن من البرازيل والأوروغواي البواخر المحملة بالأبقار المخصصة للذبح في غضون 10 أيام، وهو ما سيسهم في وقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تقول جريدة الصحراء المغربية. ومن المنتظر أن تصل إلى موانئ المغرب بين 9 و10 من شهر فبراير الجاري بواخر محملة بحوالي 30,000 رأس من الأبقار قادمة من البرازيل والأوروغواي، وذلك بغية سد الخصاص الذي تعرفه المملكة على مستوى اللحوم الحمراء. ويتوقع المهنيون أن يساعد استيراد الأبقار المواجهة للذبح على خفض أسعار اللحوم التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث إن هذه العملية ستتبعها مجموعة من الصفقات التي ستتم على هذا المستوى. وجاء استيراد هذه الكمية الأولية بعد إلغاء الحكومة مؤخرا شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تسهيل عملية توفير الحيوانات الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع، إذ إن شرط تحديد وزن الأبقار في 550 كلغ على الأكثر كان يصعب كثيرا على المستوردين المأمورية. ومع الإجراءات الجديدة سيكون بإمكانهم الانفتاح على أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية. وكان مجلس الحكومة قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، ممن أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد. كما يروم هذا المرسوم، يضيف بياتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية. وشهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا مهولا في مختلف أسواق مدن المغرب، حيث تراوح ثمن اللحم للكيلو جرام الواحد بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما للحم الخروف، في الوقت الذي تصل فيه تلك الأسعار في سوق الجملة بالدار البيضاء إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، الأمر الذي لم يتقبله المواطنون الذين تخوفوا من استمرار هذه الأسعار خلال شهر رمضان القادم، حيث توقعوا أن تصل أسعار اللحوم إلى 130 درهما أو 150 درهما بحلول الشهر الفضيل إذ لم تتدخل الوزارة المعنية.